بقول لك ايه يا محمد؟ النهارده كام في الشهر؟ النهاردة 1/5 يا علي. 1/5. ده بيقولوا هجرة امريكا بتظهر النهارده. كل سنة بتظهر 1/5. طب كويس ان انت اكدت لي. يا رب تكون جات لي الهجرة السنة دي. ربنا يكرمك يا صاحبي، إن شاء الله خير. لو ربنا رايد هيكون اسمك فيهم. يا رب يا صاحبي. لو كده ده انت ليك الحلاوة عندي. خلاص أسيبك أنا يا صاحبي عشان تروح تشوف اللي وراك، وربنا يكرمك. نتقابل اخر النهار يا علي. ربنا يسهل يا صديقي. سلام عليكم يا علي. وعليكم السلام يا غالي. روح انا مركز البوشي عشان اشوف النتيجة، يا رب يكون فيها خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز اعمل استعلام على الهجرة. حضرتك مقدم فين؟ مقدم هنا في مركز البوشي. ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. هو ايه لازمة السؤال اللي انت حضرتك سألته انت مقدم فين؟ انا جاي استعلم، يعني ممكن تستعلمني حتى لو مقدم في مكان بعيد عنك. انت فهمت غلط، انا اقصد يعني عشان لو انت مقدم هنا مش هطلب منك الجواب اللي انا اديتهولك ساعة التقديم اللي فيه الرقم. ان انت لو مقدم بعيد عن هنا هطلبه منك عشان اخد منه الرقم عشان اعرف ابحث عنك. فهمت كده، تمام تمام. اسم حضرتك ايه؟ محمد احمد حمودة. محمد احمد حمودة. ظهر في البحث. يا رب خير يا رب. ايوه. الف الف مبروك يا استاذ محمد، جاتلك الهجرة. ايه؟ بجد؟ انا مش مصدق نفسي. صدق يا استاذ محمد، الف 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 مبروك. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ شيلش هم اي حاجة يا استاذ محمد، ما تقلقش، احنا هنظبط لك الورق وهنحدد لك ميعاد وكل حاجة، ما تقلقش. تمام، فيكم البركة. تقلقش يا استاذ محمد وما تشيلش الهم خالص، احنا معاك للنهاية، ما تقلقش. راح ابشر علي وبقيت اصحابي. ياه، اخيرا هنطلع من البلد ونروح امريكا. اشكرك يا رب. وانتوا كمان ما تنسوش تعملوا استعلام على الهجرة يوم 1/5. ربنا يوفقكم.